لو انت من اسكندريه ونفسك تاكل اطول بيتزا في العالم واطول مطه في العالم وفي نفس الوقت اكل بيتي، حواوشي، واول بنوته تعمل حواوشي حلو في مصر. طول ما انت بتاكل في البيتزا هتفضل تمط منك زي ما انت شايف كده. واحسن حاجه ان المطه بتاعتها ما بتخلصش حتى لو برد. احسن حاجه اللي كل ده عندها اكل معمول في البيت. اعرفك على البنوته توته، عندها 13 سنه، بتوصل لاي مكان في اسكندريه. اول بنوته في مصر تعمل حواوشي حلو. هنا انا اتصدمت من شكله الصراحه. يلا بينا ندخل على طول ومش هنرغي كتير. وطلبنا اول حاجه من عندها وهي البيتزا البيتي مشكل جبن. عايز اقول لكم حرفيا من اول قطمه، ما بعرفش اجامل في الاكلات البيتي قوي الصراحه، بس دي كانت اختراع واكتر من التحفه. خلصت نصها والمطه كانت لسه شغاله زي ما انتم شايفين كده. يا جماعه ايه ده بجد، حد يلحقني. احسن حاجه بقى ان الاسعار عندها من اول 60 جنيه واغلى حاجه عندها 160 جنيه. يعني تخيل كده تطلب البيتزا دي ولسه هتكفي معاك طول اليوم. خدنا على الحواوشي اللي غرقان في اللحمه والجبن. العادي عندها كان عامل 60 والمخصوص بالجبنه كان عامل 100. عايز اقول لكم مرشوش كده من على الوش سمسم، طعم اللحمه والجبن عاملين ميكس كده من جوه رهيب. طلبنا كمان من عندها رغيف صدق، نفس الكلام بالظبط بس الحشو مختلف طبعا. انا الصراحه انا استغربت شويه لان الريحه كانت طالعه بطريقه مش طبيعيه. قلت بسم الله الرحمن الرحيم وهجمت عليه على طول. احسن حاجه اللي انا لقيته تقيل سيكا الصراحه. قلت بسم الله الرحمن الرحيم ولازم اشوف اختراع اول بنوته تعمل حواوشي حلو في مصر. قلت على الحواوشي على طول، كان نص شوكولاته بيضه وشوكولاته سودا. حلو، مصر تعمل الحواوشي الحلو. فوق كده كمان متغرق بالسوداني والشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء. من جوه محشي لك كده يا باشا شوكولاته وزبيب، حاجه كده تبوظ الكارثه طز في الدايت. حد يقول لي ازاي ده حواوشي حلو؟ هقول لكم جربوه وانتوا تصدقوا. بتوصل لاي مكان في اسكندريه وده الرقم بتاعها والرقم كمان في العنوان.